معاكم الشيف مروة من مطبخ ست البيت. هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة وموجودة عندنا في البيت كل مقاديرها. أول حاجة هنعملها هنقول في البداية المقادير بتاعتنا عندنا بيضة، وعندنا سمسم، 50 جرام سمنة، 30 جرام زيت، وكيس لبن نيدو، معلقة كبيرة خميرة، ومعلقة كبيرة سكر، وذرة ملح، وطبعا ما ننساش مية دافية للعجن، وكيلو دقيق. اول حاجة هنعملها هنحط السكر، بعدين هنضيف الخميرة بتاعتنا تمام كده، ذرة ملح طبعا اساسي، وهنحط اللبن. كده احنا حطينا المكونات الجافة كلها. طبعا هو الطبيعي ان الواحد بيستخدم لبن فريش، لبن عادي، بس احنا طبعا بما ان الاسعار غالية والدنيا بايظة والكلام ده كله، فاحنا يعني بنحاول نضغط التكاليف شوية. حطينا كده المكونات الجافة كلها مع بعض، وهنبدأ نقلب الدقيق مع الخميرة مع السكر والملح لحد ما نخلط كل المكونات مع بعض. بس من الواضح ان البولة بتاعتنا صغيرة، فهننقل في حاجة اكبر. قلبنا المكونات كلها مع بعض تمام قوي كده، وبعدين هنضيف السمنة، وبعدين هنضيف الزيت. على فكرة احنا المفروض ان احنا نعملها بزبدة ونعملها بسمنة، بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اخليها خفيفة على المعدة، لان هي يعني حاجة خفيفة، مش عايزاها تبقى تقيلة بقى ودسمة ومعمولة بزبدة وكلام من ده. وفي نفس الوقت احنا بنحاول نقلل التكلفة على ست البيت على قد ما نقدر. هنضيف المية، نبسها بس كويس كده مع بعض. انا هضطر طبعا ان انا لازم استخدم ايديا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة القراقيش دي بتبقى جميلة جدا مع كوباية شاي بلبن او كوباية لبن سادة، وحلوة جدا للأولاد في المدرسة الصبح، في اللانش بوكس حط لهم 2-3، هيبقى فعلا جميلة جدا. احنا هنبس العجينة كده وندخل كل المكونات في بعض، والمية بتاعتنا لازم تكون دافية، ما تكونش سخنة، تكون دافية، لان لو سخناها قوي هتموت الخميرة بتاعتنا. احنا عايزينها تبقى زي دمعة العين. وعندنا البيض والسمسم دول للوش، مش هنستخدمهم دلوقتي، دول للوش قبل ما ندخلها الفرن. بعد ما نشكلها هنحط البيض والسمسم على الوش. انت ممكن تحطي حبة البركة، ممكن تحطي اللي انت عايزاه، يعني هي قابلة لأي حاجة. هنبسها كده كويس. طبعا انا ما قلتش معيار المية قد ايه، لان المية بنفضل بقى نشتغل كده في العجينة لحد ما تبقاش محببة. اهم حاجة ان هي ما تبقاش محببة. وبعدين هنضيف المية بتاعتنا شوية شوية. ويا جماعة خدوا بالكم، الدقيق اللي انا مستخدماه في الوصفة دي دقيق مخبوزات، دقيق مخبوزات، خدوا بالكم الحتة دي عشان الدقيق بيبقى انواع، احنا بنستخدم دقيق مخبوزات. هنحط المية شوية شوية ونقلب. احنا مستمرين في العجن لحد ما نلاقي العجينة ما بتلزقش في ايدي. طبعا يا جماعة يعني الناس اغلبيتهم عندهم عجان، بس انا مش حابة استخدام العجان، انا بحب امسك العجينة بايدي عشان احسها، يعني بحب استمتع بالعجينة
هنضيف شوية مية تاني. ملحوظة يا جماعة، لو المية زادت مننا احنا دايما نخلي جنبينا حبة دقيق احتياطي، لان ممكن انت معرضة المية تزيد منك حبة زي ما حصل معايا دلوقتي، بس ان شاء الله مش هنحتاج نزود مية. هي بدأت ان هي يعني تتظبط معانا شوية. شايفين العجينة بقت عاملة ازاي؟ ايدي ما بتلزقش فيها. هحط بس حبة مية صغيرين جدا على ايدي كده، وهدخل العجينة كده واستمر في العجن. طبعا مش واخدين راحتنا خالص في الطبق. احنا شلنا طبعا العجينة من الطبق عشان ناخد راحتنا في العجن. هي كده يا جماعة العجينة بدأت تتظبط معايا كويس، ويعني هي كده ممتازة. طبعا هنحطها تخمر شوية، يعني نص ساعة كده. هنسيبها تخمر نص ساعة، نكورها بالشكل ده ونحطها في البولة بتاعتنا لحد ما حجمها يتضاعف. حطيناها في البولة بتاعتنا وهنسيبها نص ساعة تخمر او ساعة الا لحد ما نلاقي شكلها تضاعف، حجمها تضاعف. نغرز ايدينا كده وترد. خلصنا العجينة بتاعتنا وعجناها كويس. هنغطيها بالاسترتش ونسيبها لحد ما حجمها يتضاعف. غطيناها بالشكل ده كويس اوي بالاسترتش عشان ما يخشلهاش الهواء. وهنحط الفوطة بتاعتنا كده ونسيبها ساعة. رجعنا لكم تاني بعد ساعة، بعد ما العجينة بتاعتنا خمرت. بصوا شكل العجينة ازاي بعد ما خمرت. شايفين يا جماعة العجينة ما بقتش ترد معايا. شايفين كده؟ تتأكدوا ان العجينة كده تمام، معجونة كويس وخمرانة ومية مية. هناخد قطعة من العجينة بالشكل ده، ناخد قطعة بالشكل ده. شايفين يا جماعة احنا كده العجينة بتاعتنا ناعمة وممتازة. هنكور العجينة كده، بططناها، بعدين هنبرم بالشكل ده. نفضل نبرم كده، بنطول العجينة يا جماعة كده على قد ما نقدر. على فكرة الميزة في العجينة دي ان هي ممكن تتعمل بكذا شكل. انت ممكن تعمليها مدورة وتحشيها قرفة وسكر، وممكن تحشيها عجوة، ممكن تعملي فيها اشكال كتير جدا، ممكن تتحشي ملبن. وعلى فكرة عارفين طبعا كلنا عارفين كعب الغزال. كعب الغزال بيتعمل بنفس العجينة دي. بنبطط كده بالشكل ده، وبعدين بنقطع بالسكينة الحتت اللي بتبقى زي كده من الطرفين. دول هنعجنهم تاني ونعيد تدويرهم مرة تاني. نبدأ نقص العجينة بالشكل ده. خلوا بالكم هي طبعا عشان فيها خميرة هتزيد. بنقص كده كده كده. بس بعد كده بننقلها في الصاج بتاعنا. طبعا النيل بتاعنا نقطتين زيت وبندهن بالشكل ده. وهننقل العجينة بتاعتنا والرز في الصاج ونسيب مسافة علشان هي هتزيد. وبعد ما شكلنا معانا العجينة بتاعتنا بالشكل ده، هنبدأ نحط في الأول الدقيق. نحط الدقيق بالشكل ده
كده. اسفة يا جماعة، البيض هنحط البيض على الوش بالشكل ده. بعدين هنرش السمسم كده بالطريقة دي. دلوقتي بعد ما حطينا السمسم بتاعنا على الوش، احنا دلوقتي مشغلين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. هنسيبها ربع ساعة وبعد كده هندخلها الفرن بتاعنا. وده يا جماعة الشكل النهائي بتاعنا بعد ما دخلته الفرن على درجة 180 درجة. طلع معانا بالشكل ده، وهنحطه في طبق التقديم وهوريهولكوا في الشكل النهائي بتاعه. وده الشكل النهائي بتاعنا بعد ما رصيناه في طبق التقديم بتاعنا. وبتمنى بجد وصفة جميلة، بتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم. صدقوني يا جماعة ما كلفتنيش اكتر من 8 جنيه. طبعا السمنة والبيض اوريدي بيكونوا موجودين عندك في البيت. يعني انا جبت من بره الخميرة وجبت السمسم وال... واللبن والدقيق. هي كلفتني بالظبط 8 جنيه. السمنة والبيض موجودين عندك في البيت، يعني بأقل التكاليف عملنا حاجة بسيطة ممكن الأولاد يفطروا بيها الصبح، زوجك يفطر بيها الصبح مع كوباية لبن أو كوباية شاي بلبن أو حتى شاي سادة. سهلة وبسيطة. بتمنى إن هي تعجبكم وتجربوها. بشكركم جدا على حسن الاستماع. فين